صباح الخير وصباح الفل على احلى متابعين، يا رب تكونوا بخير وباحسن حال. متفجرات جامده 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 مع مين؟ مع اشركت زي ما عودتكم باذن الله بارخص التكاليف. بنجيب احلى اكل واحلى خضار. خدت كام المره دي؟ خدت 50 جنيه. جبت ايه يا جماعه؟ بصوا، جبت 3 ربطات ملوخيه ب10 جنيه وزي الفل وجميله. علشان افرزها، انا بفرزها وهوريكم بفرزها ازاي وبشيلها وبتبقى جميله زي اكني لسه جايباها دلوقتي. وجبت كمان ال3 سبانخ دول ب20 جنيه. وكمان جبت كل الخضار ده وبرده بفرزه يا جماعه، بخرطه وبحطه عندي، ولما بعوزه بطلع على طول في وقتها، بيبقى زي الفل وجميل. وكمان ما نسيتش ان انا ادلع نفسي، جبت لي خس ب5 جنيه. وجبت ايه بقى؟ احنا مش ناسيين ان احنا كنا جايبين بطايه، هنعمل ايه عليها؟ هنعمل كرنب طبعا، احلى كرنب، احلى كرنبايه اهي. قلت للراجل عايزه كرنبايه تكون جامده جامده وجميله وحلوه زي كده زي الفل. جبتها اهي يا جماعه. وكده هكون جبت بال50 جنيه الخضار ده، وهيكفيني طول الشهر. وهيتبقى معايا كمان، يفضل معايا طول الشهر. ان انا هفضل ممكن ما اعملوش اصلا في الشهر كله، مش معقوله هعمل كل الحاجات دي، لا ده انا هعمل الحاجات دي كلها. بخرط السبانخ وبشيلها، بفرزها في كيس. وكمان الملوخيه وهطلع على قد ما بعمل، على قد الوجبه بتاعتي، او على قد الاكله بتاعتي. كمان الكرنبه ما شاء الله كبيره، ممكن هعمل على قدها، على قد الاكل اللي انا هاكلها. وهشيل الباقي باذن الله ان شاء الله بالف هنا للي ياكل. وكده برضو نبقى جبنا خضار على قد الايد وعلى قد ايدينا وعلى قد الشهر، وهيكفينا الشهر وزياده كمان. هوريكم طبعا ان شاء الله باذن الله. انا بغسل كل الخضار ده الاول يا جماعه باذن الله، بغسله غسله تكون كويسه جدا. وبسيبه زي ما وريتكم المره اللي فاتت، بسيبه برده ان هو ينشف خالص، علشان ده خضار ما ينفعش برده احطه، ده هيبوظ ويتدمر لو ان انا حطيت فيه اي ميه. لا، بغسله وبسيبه ساعتين او اكتر لحد ما الاقي الميه جفت منه نهائي. وببدا اخرطه صغير قوي على قد ما يعني زي ما انت تحبي، وبحطه في اكياس وبحطه في الفريزر. هوريكم طبعا خطوه بخطوه، وهصور لكم باذن الله انا لما اجي اخرطه. هوريه لكم باذن الله ان شاء الله ان انا خرطته ازاي، ونحطه مع بعضه في اكياس ونحطه مع بعضه في الفريزر، علشان اي ست بيت مصريه تتشجع بقى وتقوم كده تاخد من جوزها مصروف البيت، وتجيب شويه خضار زي دول وتحطهم في التلاجة، يفضلوا معاكي طول الشهر ويوفروا معاكي ويبقوا زي الفل، ونعم وفضل من عند الله والحمد لله. خليكم معايا بقى لما نغسل الخضار وكمان هنقطعه. بصوا بقى يا جماعه، انا هبدا بايه؟ هبدا كده ايه بالخس عندي. بشيل اي ورق بايظ كده اهي. وطبعا ما نسيناش ان احنا ايه، عندنا شويه الكتاكيت بتوعنا. ما برميش الحاجات البواقي اللي عندي دي، لا بحطها للكتاكيت، بخرطها لهم صغير قوي وايه وبياكلوها. يلا بقى، اي واحده مكسله تنزل السوق، لا تنزل قبل ما مصروف البيت يتسحب منها، لان احنا لما بنقعد الفلوس بتتسحب على طول مننا في اي حاجه. بس نحاول نسوي كل الحاجات اللي هي تحت الوحشه دي. ولو الفيديو عجبكم بقى يا ريت تشتركوا في القناه علشان تكبر بيكم وتوصل لكم كل جديد باذن الله. يا رب اكون خفيفه على قلوبكم، والفيديوهات بتاعتي تكون مفيده ليكم، ونقدر نشجع بعض باذن الله. كده هو خلاص، انا نظفت الخس اللي عندي، هغسله برده وهسيبه برده على الايه، على الفوطه لما ينشف خالص. كده يا جماعه غسلت كل الخضار، غسلت عندي الخس والخضره، وكمان غسلت السبانخ ونضفتها كويس قوي، وشلت اي حاجه وحشه منها زي ما انتم شايفين كده، بقت زي الفل اهي ما شاء الله لا قوه الا بالله. يلا بقى يا كل ست مصريه جميله اصيله حلوه كده، تقوم بقى ايه، يلا تتشجع وتروح تجيب الخضار وتيجي تنضفه وتعمله كده. علشان ايه؟ علشان نفرزه مع بعض باذن الله. انا هسيبه كده لمده ساعه او ساعتين لحد ما يجف خالص من الميه، وبعدين هخرطه معاكم
وايه وكمان هنفرزه مع بعض في فيديو تاني باذن الله ان شاء الله على خير. يا رب اكون عملت لكم حاجه مفيده النهارده، وهتوحشوني جدا لحد ما اشوفكم المره الجايه. ومع السلامه مع السلامه مع السلامه.